مساء الفل. مبروك للأهلي في الأول وهارد لك لينا. تعالوا كده نتكلم عن الماتش ونقسم الماتش 3 أجزاء: الشوط الأول والشوط التاني وضربات الجزاء. أول حاجة الشوط الأولاني، جوميز نازل عايز يعوض مصطفى شلبي ويعوض دونجا، فراح رامي ناصر ماهر شمال مكان مصطفى شلبي، واللي في خط النص لعب باتنين، لعب محمد شحاتة وزياد كمال وعبد الله السعيد قدامهم، يعني ويرجع ايه يقفل معاهم شوية. فبقت بالفشل، فشل ذريع يعني، لأن ناصر ماهر راس ماله في خط النص، ياخد الكرة ويلف ويروح على الجون، لكن تهلكه في الوينج ما عملش حاجة. دي أول حاجة. تاني حاجة بنتكلم على خط النص. أنت الأهلي تقريبا كان ماسك كل حاجة في الشوط الأولاني، سكند بول وخط النص وينقل الكورة ويروح بيها ويعمل، عمل كل حاجة، كل حاجة الأهلي عملها في الشوط الأولاني. زياد كمال أو الخازوق زياد كمال، بسم الله ما شاء الله عليه، فاولات على ال 18، ما بيعملش اي حاجه غير هو بيقطع الكوره فاول. يعني طارق حامد كان بيقطع الكوره فاول، بس كان فاول هو يستاهل، لكن فاول على ال 18 كل شويه ده يعني مش عارف اسمه ايه الصراحه يعني. محمد شحاته يعني اول لما يقطع الكوره يبقى هو عايز يجري. طب انت اتنين ديفندرات، فانت ارجع ورا عشان بتلعب فرقه تقيله. انت ما ينفعش تقعد تجري قدام كل شويه، انت لازم تقفل قلب الملعب بتاعك. لا، يهبق قدام يهبق قدام يهبق قدام. عبد الله السعيد ما بانش خالص الشوط الاولاني، اتهلك من كتر التغطية عليهم، اتهلك عبد الله السعيد. محمد عواد الله يكرمه شال بتاع جونين تلاتة ولا حاجة الشوط الأولاني، وكان هو اللي شايلنا الشوط الأولاني خالص عبد الله السعيد. وحسام عبد المجيد نفس الموضوع، زياد كمال بيعمل فاولات في أماكن خطيرة جدا 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 بغشامة، كان في غشامة من الاتنين فظيعة الصراحة. عدينا على خير الشوط الأولاني، جه عدل جوميز. قبل ما نتكلم على جوميز، او اول ما نتكلم على جوميز نتكلم ان هو مدرب كويس، ان هو يوصلك اللي انت لعبت نهائي السوبر الافريقي، كسبت الاهلي، بعد كده تدخل على السوبر، توصل النهائي وتوصل مع الاهلي ضربات الجزاء بالسكواد ده وبحاله اللعيبه دي، يبقى ده مدرب كبير. الشوط التاني الدنيا اتعدلت، عبد الله السعيد رجع ورا، ناصر دخل في قلب الملعب، نزل مكلاك مش لاك، مش عارف الهندي اللي احنا جايبينه هناك ده، طلع زياد كمال المعجزة. فدي كانت معجزة من معجزات الكورة يعني زياد كمال ده. فالدنيا بدأت تظبط شوية لحد ما كبير عن الشوط الأولاني. مش لاك ده بقى، هو تقريبا الجبهة الشمال دي يعني بن شرقي طرطر عليها بما يمشي، كل اللي بيجوا شمال بصراحة، يعني مفيش لعيب عدل جه فيها خالص، ولا مصطفى بيه شلبي، ولا مش لاك قال لك ده النفاسة البولندية ولا الهندية ولا المجرية معرفش جاية منين، ولا عارف يعدي واحد على واحد، ولا عارف يباصي، ولا عارف يرفع، ولا عارف يجيب كورة عند الجون، ولا عارف يعمل أي حاجة خالص. هو اللي هو عارفه كله إن هو بيسبسب دماغه وبيسبسب شعره، غير كده مش أي حاجة خالص. فأنت مسكت نفسك شوية الشوط التاني لحد ما شوية، حاولت في آخر ربع ساعة تخطف جون، ما ربنا يكرمه الحاج الجزيري معرفش يعمل حاجة، فالدنيا كانت بهوقت معانا. الموضوع عدى على ضربات الجزاء. ضربات الجزاء المرة دي أصعب من بتاعة سوبر أفريقي، لأن اللعيبة عرفت الشناوي بيترمي ازاي، الشناوي عارف اللعيبة بتشوط ازاي، وعواد برضه نفس الموضوع، فالموضوع بقى صعب على المرة اللي فاتت. فعادي ان انت تضيع، مفيش مشكلة، عادي ان انت تضيع وتجيب جون في ضربات الجزاء، مفيش مشكلة، لكن المشكلة ان انت تكون واحد ما بتعرفش تلعب ضربات جزاء يا شيكابالا، يكون ما بيعرفش يلعب ضربات جزاء. قبل ما يقولوا ان شيكابالا راح، انا كنت عارف ان شيكابالا هيروح عشان يشوط الكورة، وهو اللي يحتفل، وهو اللي يبقى عمل كل حاجة. وقلت وانا قاعد بتفرج على الماتش ان شيكابالا هيروح وهيضيعها، وهيسبب إن احنا هيتقلب علينا ضربات الجزاء. وفعلا شيكابالا افتكر له كده جاب كام ضربة جزاء في حياته؟ مفيش. يعني تفتكر مثلا اتنين تلاتة ولا حاجة في تاريخه كله؟ مش رقم ان حد يروح يشوط ضربات جزاء. واعتقد ان كانت في ناس تانية احسن منه ممكن تشوط، بس هو دخل فنية من جوه مكانتش سالكة، فالموضوع باظ. طب ما هو مش هو اللي خسرنا يا عم، ده عمر جابر اللي خسرنا. ماشي عادي، عمر جابر رقم محطوط رقم كام، 8 ولا 9، فخلاص يعني فاضل خلاص داخلين على الجون يعني فاهم. لكن لقطة شيكابالا دي كانت مستفزة بالنسبة لي الصراحة، يعني كانت حاجة مستفزة. يعني انت نازل ولا قادر تجري،
ولا قادر تدافع، ولا قادر تهاجم، ولا قادر تعمل تحولات، ولا قادر تعمل اي حاجه خالص في الماتش. الماتش ايه، في الشوط اللي انت نزلت ورا شوطين، فانت يعني ولا منك ولا كفايه تشرب بصراحه. موضوع احنا اللي ضيعنا الدنيا والنية كانت وحشه مع شيكابالا يعني، عشان كده الدنيا ضاعت يعني. بس جوميز لما قال انا عايز وينج شمال، هو صراحه كده صح. هو ما عندوش وينجات شمال، ولا مصطفى شلبي بينفع، ولا ديكلاك مكلاك مش لاك اللي احنا جايبينه ده ينفع في اي حاجه خالص. فلا احنا محتاجين وينجين شمال، ومحتاجين ديفندرات في خط النص. ما عندكش ديفندرات خالص غير دونجا، فانت لازم يبقى عندك ديفندرات. ما عندكش ديفندرات خالص. بس فانت محتاج روس حربة. انت الجزيري وناصر ناصر منسي الاتنين برضو مش نفس الكواليتي بتاعك اللي هو يشيلك فرقة على طول. الاتنين يعني متوسطين الحال، تمشي بيهم الدنيا، لكن تنافس بيهم على اعلى من كده لا، مش هتلاقي خالص اعلى من كده خالص يعني. بس في الاخر برضو مبروك الاهلي، وهارد لك لينا ان شاء الله، وتعوض باذن الله. شكرا.